هي خايفه ان هي يحصل لها حاجه، وفي نفس الوقت برضو لان التاني هددها. ففي مره من المرات قالت لابوها ان يعني في غفير المفروض ان هو يعني يعني شغال في احدى الاماكن هنا تحت الاعمال الانشائيه وكده، والمفروض ان الراجل ده هددها ان هو هيعمل لها حاجه او هيأذيها لو فكرت انها تفتح بقها واتكلمت. طب هو عمل لك ايه؟ قالت ان هو كان بيعتدي عليا، يعني اللي هو انتوا فاهمين طبعا. المهم طبعا على طول الاب راح قدم او عمل محضر وتم القبض عليه، وبالفعل تم تحويل مريم للطب الشرعي اللي اثبت ان فعلا تم الاعتداء عليها، ولكن اثبت برضو عذريتها، يعني هي بنت زي ما هي مفيش اي مشكله، ولكن تم عليها الاعتداء برضو اكتر من مره. هو حاليا طبعا بيتم التحقيق معاه وتم القبض عليه وحبسه 15 يوم على ذمه التحقيق، ولسه الموضوع شغال. ولكن بس يعني اللي شاغلني في الموضوع، يعني انت راجل ومتجوز ومخلف وعندك اطفال،